كل الدول اللي زارتها اللجنه الالمانيه وضعت صور وفيديوهات لزياره هذه اللجنه ما عدا المغرب. كان حشمان بالملاعب اللي راح يقدمها امام الملاعب الجزائريه الممتازه والتحف المعماريه اللي قدمتها الجزائر، امام الملاعب النيجيريه اللي قدمتها، وحتى الدول الاخرى يعني كان عندها مشروعات ملاعب جميله جدا وما حشمتش. يعني كيما زامبيا كانت عندها يعني ملاعب يعني قديمه يعني بريزونتاتها عادي جدا، الا المغرب قاعدوا حشمانين من الملاعب نتاعهم لانهم يعلمون جيدا ويعلمون علم اليقين حقيقه الملاعب والبنيه التحتيه تاعها. وكل عمليات القرعه يعني عبر التاريخ اللي اندارت بمناسبه كاس افريقيا شفنا فيها الملاعب والمدربين يعني والوفود كانت كامل تروح تزور الملاعب هذه اللي راح تلعب فيها، الا في كاس افريقيا اللي راح تنظم في المغرب. محمد اقل علامه داها ملعب مغربي 88% اللي هو ملعب دونور. والملعب هذا كما تعرف يعني ملعب مهترئ، يعني ما كلاش نعاود نرجع لك وقت اللي ترشح به المغرب كان ملعب مهترئ، امر غريب جدا. يعني تخيل معي اخي محمد الملعب هذا كانت فيه تشققات وتصدعات يعني في المدرجات، وتم غلق المدرج هذا رقم 6 ورقم 7 يعني عده مرات بسبب التشققات هذه. يعني مانيش فاهم انا يعني على اي اساس تم منحه 88%، يا الله اعلم. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. الأصدقاء ديالي، إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا هذه القناة هذه على اليوتيوب ما تنساوش أخوتي دعمونا بالاشتراك في القناة. كذلك أخوتي تفعلوا الزر ديال الجرس، لأن أغلب المشتركين عندي في القناة رغم أن قلة المشتركين فهما ما مفعلينش الزر ديال الجرس، واغلب المشاهدين اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالنا فهما ما مشتركيش. فكندعوكم اخوتي باش تشتركوا في القناه وتفعلوا اخوتي الزر ديال الجرس ولايك الفيديو، وكتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم. اصدقاء ديالي، كيف ما عدناكم في القناه، المقطع ديال اليوم مقطع جديد، مقطع يستحق الدعم والمشاهده. بلا ما نطول عليكم اخوتي، غادي ندوزو نشوفوا هذا الفيديو جميع. كتبوا لي اسفل التعليقات الرد ديالكم والاراء ديالكم على هذا الفيديو، ونتلاقاو في نهايه الفيديو. اللي زارتها اللجنه الالمانيه وضعت صور وفيديوهات لزياره هذه اللجنه ما عدا المغرب. كان حشمان بالملاعب اللي راح يقدمها امام الملاعب الجزائريه الممتازه والتحف المعماريه اللي قدمتها الجزائر، امام الملاعب النيجيريه اللي قدمتها، وحتى الدول الاخرى يعني كان عندها مشروعات ملاعب جميله جدا وما حشمتش. يعني كيما زامبيا كانت عندها يعني ملاعب يعني قديمه يعني بريزونتاتها عادي جدا، الا المغرب قاعدوا حشمانين من الملاعب نتاعهم لانهم يعلمون جيدا ويعلمون علم اليقين حقيقه الملاعب والبنيه التحتيه تاعها. وكل عمليات القرعه يعني عبر التاريخ اللي اندارت بمناسبه كاس افريقيا شفنا فيها الملاعب والمدربين يعني والوفود كانت كامل تروح تزور الملاعب هذه اللي راح تلعب فيها، الا في كاس افريقيا اللي راح تنظم في المغرب، اللي تنظمت يعني لاول مره عبر التاريخ المنتخبات تنهي التصفيات قبل عام كامل وشهرين. يعني وتبقى تنتظر في المغرب الان باش يجهز الملاعب نتاعو لكاس افريقيا. والحاجه اللي قالت لهم اورقدو كامل في ملف المغرب لما تم تقييم الملف نتاعو من طرف الكاف واللجنه الالمانيه هذه اللي ما كانتش نازيه. تخيل معايا اخويا محمد اقل علامه داها ملعب مغربي 88% اللي هو ملعب دونور. والملعب هذا كما تعرف يعني ملعب مهترئ، يعني ما كلاش نعاود نرجع لك وقت اللي ترشح به المغرب كان ملعب مهترئ، امر غريب جدا. يعني تخيل معي اخي محمد الملعب هذا كانت فيه تشققات وتصدعات يعني في المدرجات، وتم غلق المدرج هذا رقم 6 ورقم 7 يعني عده مرات بسبب التشققات هذه. يعني مانيش فاهم انا يعني على اي اساس تم منحه 88%، يا الله اعلم. ومدير الملعب هذا نفسي اللي اسمه الكرايبي ولا الكلايبي ولا ما على باليش كيفاش الاسم تاعه، صرح بعظمه لسانه بانه الملعب خصه يهدم بعد كاس افريقيا. يعني مانيش فاهم انا الملعب هذا اللي راح يهدم على اي اساس يمنح علامه 88. نجيك الاعلى علامه داها ملعب مغربي من طرف لجنه الكاف كانت الملعبي طنجه ومولاي عبد الله، هذا اللي هدموه وبناوه في مكانه، تحصلوا في زوز هذو على علامه 98%. تخيل معي يا اخويا محمد 98% يعني تقريبا العلامه الكامله. وبعدين نتفاجئوا انه الملعب اللي عنده علامه كامله تقريبا اللي حصل على اعلى تقييم تم هدمه باش يعاود المغرب وحشم به، وعاود المغرب بناه من دار وجديد، لانه المغرب يدرك جيدا بان هذا الملعب لا يليق بسمعه الملعب راح يفتتح به وينهي به كاس افريقيا بعد ما تم تنظيمها في كوت ديفوار بشكل رائع جدا، وفي مصر وحتى في بدرجه اقل في الكاميرون. والاغرب من هذا كل نلقاو انه اعلى تقييم لملعب جزائري كان ملعب نيلسون مانديلا، عطاو له اللي هو تحفه معماريه، عطاو له 78% يا اخويا محمد. يعني اقل من ملعب دونور المهترئ اللي حشومه اصلا تترشحوا به. وبعده يعني يجي مولود هدفي في ثواران
اللي احتضن العاب البحر الابيض المتوسط عطاو له 77%، وبعدها جانا ملعب تيزوز والتحفه المعماريه عطاو له 76%، رغم ان هذه كلها تحف معماريه. وبعد تجي بعد ملعب دونور خلي، والله الامر موش منطقي. ومن بعد تقول لي علاه الجزائر انسحبت. يا اخي تقي ملاك، ما تقدرش تغطي عين الشمس بالغربان. الماتش كاين باين باللي مبيوع. كلمني انت وطالبني بدليل من نيتك على تاجيل كاس افريقيا، تاجيل كاس افريقيا، والمغرب هو اللي طلب ولا ما طلبش؟ المغرب هو اللي طلب، والمغرب هو اللي ما وجهش. تقول لي واش هو الدليل؟ انا نقول لك الدليل في تاجيل كاس افريقيا للمحليين في اوغندا وكينيا وتنزانيا. تم تاجيلها قبل اسبوع، وانت المنتخب المغربي نتاعك للمحليين كان يتدرب في المغرب وكان مجهز الطائره تاعو باش يروح يغادر الى اوغندا وكينيا وتنزانيا باش يلعب كاس افريقيا للمحليين. فجاه الاتحاد الافريقي دون سابق انذار راح طلب تاجيل ولا اجل لنا كاس افريقيا دون ان يطلب ذلك لا اوغندا ولا كينيا ولا تنزانيا. صح، تنجم الان انت تقول لي باللي كاس افريقيا للمحليين اللي تاجلت حتى شهر 8 ما هيش ماجله؟ يا اخي كانت مبرمجه هي في الاصل. نعرف احنا منذ مانيش عارف انا منذ سنوات انه كاس افريقيا وقتها الطبيعي والمعتاد واللي تعرفنا عليه كامل هو شهر جانفي من كل سنه فرديه. قبل كانت سنه 2010 كانت تنظم كاس افريقيا في في شهر جانفي من كل سنه زوجيه. منذ سنه 2013 بعد سنه 2012 تم تنظيمها لاول مره بعد سنه فقط في جنوب افريقيا. تم تنظيمها سنه 2013 واتخذ الاتحاد الافريقي قرار بتنظيمها في شهر جانفي من كل سنه فرديه، وهذا القرار تم اتخاذه سنه 2013 ولم يتغير حتى هذه الساعه. بمعنى انه كاس افريقيا هذه اللي انت راح تنظمها هي في الاصل راهي مؤجله في الاصل. كان من المفروض انها تنظم سنه 2023، وسنه 2023 اديتونا انتم المغرب تنبيتوا تاجلوا بنا حتى نولينا مش غير انتم عدم جاهزيه الملاعب الجنوب افريقيه عفوا تاع كوت ديفوار خلينا ناجلوه حتى لسنه 2024. عدم جاهزيه الملاعب نتاع الكاميرون اجلناه حتى لسنه 2021. عدم جاهزيه الكاميرون مره اخرى خلاتنا ننظموها في مصر سنه 2019 واعطيناها للكاميرون، مع انه الكاميرون ما طلبش تاجيل، الاتحاد الافريقي وحده. وبالتالي من الغباء بمكان انك تطالبني انت بدليل على انه كاس افريقيا تم تاجيلها حتى سنه 2025 ببيان من المغرب. المغرب يحط نفسه في الورطه هذه بعد ما تورط. هو اصلا متورط، المغرب متورط في تنظيم كاس افريقيا بعد ما طلب تنظيمها وخلوه اعطوا له الميكروفون قال لك نعرف نغني. لما اعطوه الميكروفون سمعنا الصوت تاع المغربي وريتونا هذا الصوت الرديء جدا في التنظيم. وريتونا الصوره تاع المغرب صوره هزيله جدا. انا ما توقعتش انه المغرب راح ينظم. ثم اذا كان الملاعب نتاعك جاهزه نتايا، علاش كاس افريقيا هذه تاع النسويه ما نظمتوهاش في الملاعب الجديده هذه؟ هو راهي الملاعب نتاعكم جبتوا لنا ملعب واحد اللي هو ملعب تدريبات، ملعب الامير مولاي عبد الله، وقلت رانا ننظموا في كاس افريقيا في الملاعب الجديده، والاخرى كلها ملاعب قرب، ملاعب جواريه، ملاعب تدريبات ما عندها حتى مانيش عارف انا كيفاش حتى الاتحاد الافريقي وافق عليها. لو كان نظمتها اي دوله واحده اخرى تنظمها في احسن من هذه الملاعب، وجو تنعتونا في ارضيات الميدان وتلعبون على الفوتوشوب وتغيروا في الالوان وتقولوا لنا ملاعب جميله. ليست ملاعب جميله، ملاعب مهترئه وقديمه وملاعب صغيره جدا ما تليقش بتنظيم دوره من حجم كاس افريقيا للسيدات. المغرب جاهز في كل وقت وفي كل زمان من تنظيم اي تظاهره كان، وليس اليوم فقط بل هذه منذ تقريبا 2010 الى اليوم المغرب جاهز للتنظيمات، لانه نافس، اسمعني يا اخي الجزائري، اسمعني شنو نقول لك، نافس جنوب افريقيا على تنظيم كاس العالم سنه 2010 وكان هو الابرز للمرشحين، الا انه كان فائز بها التظاهره. انذاك الجزائر كانت ليس لديها ملاعب، بل ملاعب وكلها من عشب اصطناعي وكلها صغيره، والملاعب الاخرى فهي عباره على حمر لا عكس ذلك، لان كل ملاعب ديالكم ليس متوفره فيها ابسط الشروط الرياضيه. في 2010 نقول لك ابسط الامور، ما بيش نمشي معك انا 2006 وما بيش نمشي معك 98 وما بيش نمشي معك الباقي السنين اللي هي مرت ونافس فيها المغرب. الدول العظمى مثل امريكا والمانيا وفرنسا وامريكا مسبقا على التنظيم ديال كاس العالم. وفي 2026 اللي هو اليوم على بعد خطوات او بعد سنه اليوم من هذا الكاس العالم اللي هي مقامه الان في 3 دول، فيها المكسيك وكندا وامريكا. المغرب نافس على هذا الملف
نافس على هذا الملف هذا، وكان من ابرز المرشحين، وانا ذاك صوتت عليه للدوله ديالك اللي هي الجزائر، وطاقت في الامكانيات ديالو انا ذاك وصوتت لصالح صلاح الملف المغربي في يعني على هذا الملف ديال 2026. للتوضيح فقط ايها اخي الجزائري، لماذا السؤال مطروح ما دام الجزائر لديها ملاعب وما تبقى من الكلام، ولديكم 6 تراموايات وعندكم، لماذا الجزائر الى اليوم لم تتقدم لطلب تنظيم ملف كاس العالم؟ هذا السؤال نتمنى الجواب ديالو للاخوه الجزائر. لو لديكم امكانيات، اي لماذا ما نشوفوكمش؟ كاليوم كنشوفوا قطر كتنافس على تنظيم كاس العالم، كنشوفوا جنوب افريقيا، كنشوفوا السعوديه، كنشوفوا المغرب اللي هو نافس اكثر من 6 مرات على التنظيم هذا. هذا دليل على ان المغرب منذ الثمانينات هو مستعد لتنظيم كاس العالم. هذا هو الاخوان للتوضيح فقط. اما احنا اليوم فالناس اللي كتنتقد الملاعب المغربيه ماشي مشكل، انا غادي نرد عليكم يا اخوان الجزائريين في واحد السؤال. انا اليوم انا نطرح عليكم السؤال، في الوقت اللي كنشوفوا كينيا واوغندا وتنزانيا يعني يستقبلون مباريات ديال الشان يعني بهذيك الجماليه وبهذاك التنظيم الرائع اللي احسن من التنظيم اللي تقام في الجزائر، واقولها وبالفم المليان واعلم ما اقول. هنا السؤال، الملاعب الجزائريه اليوم وفي هذه اللحظه بالضبط اتكلم معكم، ملاعبكم كلها مغلوقه من اجل اعاده الترميم. خير دليل ان ملعب الدويره منذ سنه هو مغلوق، والى يومنا هذا نشوفوا اعاده الترميم يعني ديال العشب ديالو. ثاني الملعب هو ملعب تيزي وزو اللي تدعوا بانه ملعب عظيم وملعب يضاهي ما تبقى من الملاعب العالميه، اليوم هو مغلوق، وهو اليوم في اعاده يعني اعاده العشب ديالو. ملعب عنابه وانا فضحت المسائل وبينت بلي انه مغطى بالبلاستيك، وملعب اللي هو تم اعاده ديال الترميم ديالو اقل من 3 اشهر هذه او 4، اليوم هو لم تلعب عليه ولا مباراه، وهو يعني في المغلوق، وهو الان يعني كيتم الترميم ديالو. الى اردتم الدليل انا موجود، الدليل والدليل والبرهان موجودين لهذه الامورات. ملعب الاولمبي اللي كتقول بلي انه ملعب جميل ومغطى، فهو نفس الامر، فهو ملعب